بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الجديد. سنتحدث اليوم عن القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والخاصة بلقائي الصومال وأوغندا. إذا شهدت القائمة استبعاد بعض اللاعبين واستخدام آخرين. إذا من اللاعبين أو الوافدين الجدد إلى المنتخب الوطني عندنا في حراسة المرمى الحارس لوكا زيدان، وهو ابن الأسطورة زين الدين زيدان. وعندنا في الدفاع عندنا 3 لاعبين: دورفال وشرقي وبلغالي. بالنسبة للمستبعدين في الوسط عندنا استبعاد رامز سروقي رامز، وفي الهجوم عندنا بالرحمة بعدما طالتهم انتقادات كبيرة من الجماهير الجزائرية. قلنا أنه المنتخب ظهر بوجه لم ترضى عنه الجماهير، أو بوجه غير مشرف في شهر سبتمبر، وكان لغط كبير وكلام كبير من المختصين ومن الجماهير اللي راهي تحوس على أن يكون المنتخب تاعها يكون بوجه كالمعتاد، يكون بوجه قوي باش يقدر يواجه في اللقاءات الصعبة، لأنه غادي نلقاو فرق عندهم مستوى كبير خصوصا في النهائيات الإفريقية وفي نهائيات المونديال. إذا احنا قلنا بلي عندنا مشاكل في الحراسة ومشاكل في الدفاع. نظن الطاقم على حساب الاختيارات هذه راه يعمل باش يوجد، هنا نشجعوهم باش يواصلوا ويوجدوا لنا الحلول ويزيدوا هكذا يديروا التغييرات ويديروا المنافسة بين اللاعبين. هنا راني نشوف بلي رانا كاين هنا شبيبة كأمثال مثلا حاج موسى وشياخة إذا وعندنا شايبي وعندنا شبيبة. لازم يعمل الطاقم على أنه يسرع باش يوجد التوليفة ويوجد القائمة الأساسية اللي يدخل بها في اللقاءات، وما يبقاش هذاك الإشكال اللي كان واقع تاع الدخول في البداية يكون صعب. إذا الطاقم قلنا لازم يحل الإشكال هذا. إذا على العموم نلاحظوا باللي القائمة مقبولة، زيدنا خصوصا بعد عودة بوعناني. إذا نتمنى إن شاء الله المقابلتين هذه تاع الصومال وتاع أوغندا إن شاء الله يظهر المنتخب بوجه الذي ترضى عنه الجماهير، ويكون بوجه يرجع المستوى اللي يخلي المنتخب يرجع للمستوى اللي عاهدناه من قبل، وتكون عنده الروح روح القتالية فوق الميدان، ويكون تناسق بين اللاعبين، وتكون يظهر المنتخب بصورة اللي تخلي المنتخبات تخشاه في كل لقاء. وفي الأخير وهذا ما نتمناه، وإن شاء الله الطاقم الفني يوصل للحلول ويوصل للشيء اللي راه حابته الجماهير والأنصار. وفي الأخير نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.